السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن الطيور عامة. طبعا احنا في موجة الحر. في الفيديو ده هقولك على حاجة لو عملتيها للطيور بتاعتك، الحاجة دي هتكون زي ما تكون مروحة كده، لكن مروحة طبعا مش بكهرباء. مروحة طبيعية كده بتبرد على الفراخ بتاعتك في عز الحر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. عشبة رخيصة بسيطة، ممكن انت تزرعيها عندك في البيت. طبعا احنا في موجة حر شديدة جدا، احنا في فصل الصيف دلوقتي. كل الناس اللي بتربي فراخ بتحاول ان هي تستخدم، بتجيب وسائل طبيعية كده، حاجة تكون آمنة على الفراخ بتاعتها. الحاجة دي ممكن بتعملها عشان تخفف من أثر الإجهاد الحراري على الطيور. طبعا كلنا عارفين ان مشكلة الحر بالنسبة للطيور ان هي بتعمل لهم إجهاد حراري، يعني تحس كده انهم بينهجم مش قادرين يتنفسوا. فاحنا عايزين حاجة طبيعية بتخفف أثر الإجهاد الحراري ده على الطيور بتاعتنا. الحاجة دي هتكون عشبة، ممكن تزرعيها عندك في البيت في بلكونة. الحاجة دي هي الريحان. الريحان ده بيعتبر حل بسيط لكنه فعال جدا. الريحان ده أثبت الفايدة بتاعته الكبيرة في موضوع تخفيف الإجهاد الحراري على الطيور. من مميزات الريحان إن هو بيكون مضاد أكسدة طبيعي. من مضادات الريحان برضو إن هو بيساعد على تهدئة الجهاز العصبي للفراخ. لما بيهدي الجهاز العصبي للفراخ ده بيقلل من التوتر، بيقلل من الانفعال الناتج عن درجات الحرارة العالية. طبعا الحاجات دي كلها اما بتحط الريحان للطيور بتاعتك ده بيدي للطيور بتاعتك حالة كده من الهدوء والاستقرار. طبعا كل الحاجات دي يعني لما بنخفف عنهم الإجهاد الحراري ده بيكون له أثر إيجابي على صحتهم. حتى برضو بيخليهم ان هم يستفيدوا من الأكل اللي بياكلوه. ده كله حاجات من مميزات الريحان، حاجة طبيعية موجودة عندنا في كل بيت. من فوائد الريحان برضو ان هو بيدعم التنفس، بيقلل من موت الطيور بتاعتك. يعني في الحر كده ممكن تخش على الطيور بتاعتك تلاقي فرخة ميتة، بطة ميتة، لكن انت لو استعملت ليهم الريحان ده بيقلل من فرص الموت المفاجئ للطيور بتاعتك. من فوائد الريحان برضو انه بيساعد على فتح مجرى التنفس للطيور. طبعا الحاجة دي بتكون حاجة ضرورية خلال فترة الحر الشديد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. لان الطيور اما بيكون عندها اجهاد حراري بتعاني من ضيق التنفس. بيساهم الريحان برضو في تخفيف الاجهاد البدني، بيحسن وظائف الجسم بالنسبة للطيور. الحاجات دي كلها الناتج بتاعها ان هي بتقلل معدلات الموت او النفوق المفاجئ اللي بيكون ناتج عن الحرارة الزايدة. حاجة جميلة جدا هي الريحان. الأعشاب لها فوائد حلوة جدا للطيور، بس اللي يعرف الفوائد بتاعتها واللي يعرف برضو ان هو يستعملها صح. كل حاجة بيكون لها كمية مناسبة، لا تزودي عنها ولا تقللي عنها. تزودي عنها ممكن تنقلب للضد او تضر الفراخ، تقللي عنها فهم ما بيستفيدوش منها حاجة. فلازم كل حاجة كده تكوني انتي ماشية صح، او بتدي لهم الكمية المظبوطة. فاتح شهية الريحان، فاتح شهية خفيف، مش لدرجة ان هو بيفتح شهية الطيور قوي. بيساعد في استمرار التغذية، رغم ان الريحان ما بيكونش من المحفزات القوية للشهية زي الحلبة. الحلبة طبعا معروف ان هي كاسحة، فاتح شهية للطيور. لو الطيور بتاعتك نفسها مسدودة عن الاكل كده فحاول ان انت تحط لها حلبة. الحلبة فاتح شهية حلو جدا. لكن على الرغم من كده الى ان الريحان ده بيساهم في الحفاظ على شهية الطير. من الميزة بتاعته ان هو بيمنع الطيور ان هي تقف عن الاكل.
حتى مع شعور الفراخ بتاعتك ان هي متضايقة من درجات الحرارة المرتفعة. من مميزاته برضو ان هو بيحافظ على النمو الطبيعي، استمرار تحويل غذائي، يعني الاكل اللي بياكلوه بيستفيدوا منه. الريحان بيكون حل طبيعي آمن في مواجهة الحر الشديد. ما بتعتمدي على الريحان كمكون طبيعي في العلف بتاع الدواجن، يعني بتحط الريحان على العلف بتاع الفراخ بتاعتك، او ممكن تضيفيه لمية الشرب اللي هو الريحان المجفف لو انت ما عندكيش اخضر. ده بيكون فعال جدا، ماهوش مكلف خالص، بيساعد في موجة الحر الشديدة، بيقلل موت الطيور بتاعتك. عشان كده المفروض ان احنا ندخله في برامج التغذية في الصيف بتاعنا، خاصة خلال فترات التقلبات المفاجئة. حبايبي، حاولوا ان انتوا تستعملوا الريحان، جميل جدا للطيور. انت مش هتخسري حاجة اما تحطيه للطيور بتاعتك. لا بالعكس، هو حاجة امنة، حاجة فعالة. طبعا الاعتماد على الحاجات الطبيعية ده بيكون حاجة كويسة جدا ليكي. الفراخ بتاعتنا مشكلتها في الحر بتكون في الاجهاد الحراري، لان في ناس كتير بتكون مربية فراخ بيضة، فهي ممكن بتشغل مراوح، لكن ده هيكون عبارة عن مروحة طبيعية، مش هتستهلك كهرباء ولا حاجة. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. ما تنسوناش حبايبي اللايك لدعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.